السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. يا أخوان، هذا الفيديو من أهم الفيديوهات اللي نزلتها في قناتي. رح نحكي عن حديث الساعة اللي ترند. بتول سليمان، الفتاة اللي من خلفية نصيرية أسلمت، كتبت ورقة لأهلها إنه أنا أسلمت وراح أهاجر في سبيل الله، وتركت البيت. ليش تركت البيت؟ الفتاة ذكرت الأسباب، إن كانوا يجبروها على الإفطار، يعني ما يخلوها تصوم، ما يخلوها تصلي، ما يخلوها تتحجب، وإهانات لدرجة إنه شافوا هيك بغزينتها لا إله إلا الله، فنزعوها وشقوا الورقة، يعني كانوا عم شقوا عليها بشكل كتير كبير. هذا الأمر خلاها تضطر تطلع من البيت. طيب، حملوا عليها حملة، والله الجماعات الإسلامية وجماعات الجولاني، وخطفوها وسبايا، وفي سوق إدلب وفي سوق النخاسة، والكلام والكذب اللي شفتوه. الفتاة اضطرت مرة ثانية تطلع بفيديو مقتضب طوله شي 30 ثانية: والله أنا ما حدا خطفني، وأنا في جبلة وهي الساحل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، سكتوا؟ ما سكتوا، واصلوا في هذه الحملة. والله من خلال نظرة عينه ورمشة عينه واليمين، هذا يدل في علم النفس ان في جماعة من وراء عم بهددوها، وهلاك المصدر اللي شفتوها. الامن راح جاب بتول سليمان وحطها في المخفر الشرطة بوجود محامي، واجا مين؟ اجا والدة ووالدته بحضور الشرطة والمحامين. يا بنتي ارجعي. ما برجع. لك ارجعي. ما برجع. انت ابوي وانت امي وعيني وراسي وباست ايدهم، لكن ما راح ارجع. بدي اكمل في هذا الطريق، خصوصا بعد ما هيك يعني صار ترند، ويعني اكيد رجعتها خطر كتير كبير. طيب، سكتوا عن هذا الأمر؟ لا، ما سكتوا عن هذا الأمر. أولا يا أخوان، أشهد الله وأقسم لكم بالله العظيم، حكاية بتول سليمان صحيحة 100%. أنا ما بعرفها شخصيا، لكن أنا بعرف اللي بيعرفها، وكل الكلام اللي حكته وكتبته صحيح 100%. لكن يا أخوان، أنا عندي تساؤل وعندي عتب. عندي تساؤل وعندي عتب إنه طيب، مثل بتول سليمان وفي كتير يعني فتيات شفتوا، في كتير فتيات، شي 30 40 وحده بدها تأسلم، تركت البيت وهربت. طب انت مو تركتي البيت وهربتي وصار في ترند كتير كبير، طب ليش ما تطلعي بقوة؟ يعني انت خلاص التجأتي لناس تحميكي، تمام، والدولة كلها معك والشرطة معك، وانت بالغة عاقلة راشدة. طيب اطلعي بفيديو هيك طوله شي 7-8 دقائق، يعني احكي هيك انه انا يا جماعه لا انخطفت ولا اي شيء نهائيا، وانا في مكان امن، لكن سبب طلعتي 1 2 3 4 5. هيك تخجلي. طبعا الحديث مو بس لبتول سليمان، لاي فتاه اهتدت واسلمت وقررت انها تعلن اسلامها. انا بعرف كثير فتيات اسلموا في الخفاء، هدول انا مقدر ظرفهم تماما، لان الامر جدا خطير. ان وحده تغير دينها امر جدا خطير، يمكن يقتلوها، يعذبوها، ينتهكوا كرامتها، يعملوا معها اي شيء في سبيل انه تترك هذا الدين. بس بما انك انت اتخذتي الطريق الصعب وهاجرتي في سبيل الله، طب كملي. اطلعي. اطلعي احكي بفيديو مفصل 6-7 دقائق 10 دقائق. وايضا وين الاعلام السوري من هالمهزله هي؟ يعني عملوها مظلوميه ومشوها علينا، وعم نشوف اغتصاب الفتيات العلويات وسرقه الفتيات العلويات. ليش ما بيجوا هيك صحافه من التلفزيون السوري، وبتروح عند هي الفتاة وبتساوي معها مقابلة، وبتساوي مقابلة مع أهلها، وبصوروا لقائهم في الشرطة، بصوروا لقائهم إنه هي الفتاة وهذا المحامي، وطلب المحامي خلي يحكي، وساووا مقابلة مع الأم ومع الأب غصب عنهم. تعالوا لهون، مو شفتوا بنتكم؟ اجمعوهم كلياتكم هيك الكل مع بعض. ليش نحن ضعيفين؟ ليش نحن هزيلين؟ ليش بك ما الامور من بين هيك بشكل واضح وبشكل جلي؟ خلينا هيك نسكر لهم تمهم ونكذبهم. لك اصلا هي فرصه لاي مهتديه. هي فرصه لاي مهتديه قررت. انا ما بنادي والله يا فتيات اللي بده اسلم يطلع ويعلم، ما بعرف، الله اعلم، جوز يقتلوها، هذا موضوع كتير كبير. بس بما انك قررتي وصار ترند، صار ترند. هون الامر ما صفى امر شخصي اختي الكريمه، هون الامر صفى صراع ما بين كفر وما بين ايمان، صارت قضيه راي عام. يعني ما والله صفى
رأي قضية شخصية لبتول سليمان ولا لغير بتول سليمان، صار ترند عالمي، حتى الناس من خارج سوريا عم بتتابع وبتشوف. وانت هاجرتي في سبيل الله ورسوله، طب كملي واظهري بمظهر قوي، واحكي التفاصيل اللي انا بعرفها، احكي تفاصيل على الهواء مباشرة. وكان لازم الدولة تساعدك، تبعث صحفيين من القناة الإخبارية، يبعثوا مراسلين، هادي العبد الله، جميل الحسن. لك هي القضية اخوان كتير خطيرة، لك هي القضية اخوان والله العظيم كتير خطيرة. يعني انا بشوف انه هذا الملف ملف كتير مظلوم، والله العظيم ملف كتير مظلوم. في كتير اخوة اهتدوا، وفي كتير اخوات حابين يهتدوا او اهتدوا بالسر، لكن ما في جهة هيك رسمية بتحميهم 100%، وما في جهة مالية بتحميهم كمان. انه يا اخي انا طلعت من قريتي، انا صرت مسلم وطلعت، طب انا انعزلت اجتماعيا، انا ما عاد لي شغل، انا ما عاد وين اروح وين كذا، لا في سكن يحويهم، لا في واحد يتبرع على الاقل يعطيهم دفشه حتى يزبطوا، ما في ابدا نهائيا. انا هذا الامر في سوريا عندنا صراحه ما الناس ما هي مهتمه فيه. لك اصلا الناس عم نقنع لحد الان، عم نقنع الناس لحد الان انه والله العظيم في ناس عم يهتدوا. لا، نصيري مستحيل يهتدوا. لك خيو والله اهتدوا، لك يا جماعه في ناس اهتدوا اعدادهم بالمئات، وطجوا ال1000 وفي ناس غيرهم كمان بدهم يهتدوا. خلونا نتكاتف يا اخوان، خلونا نساعده. ما ابدا لا حياة لمن تنادي. على العموم برجع بلخص او برجع بذكر الفكره الاساسيه اللي ذكرتها في بدايه الفيديو. اي اخت راح تهتدي او اهتدت يعني وبدها تعلن هذا الامر، خلص اعلنيه وخلي راسك مرفوع، واطلعي وخجلي ابناء طائفتك السابقه، قولوا انتم كذابين، اهلي كانوا يعملوا معي 1 2 3 4 وكذا، وكانوا يعذبوني وكانوا يضربوني واو. تحكي بشكل مفصل، شي 10 دقائق ربع ساعه تحكي. خلص الامر انطرش وانت صرتي في خطر. ما راح يعني ما راح يسيئك او يعني تعرضي حالك لخطوره اضافيه لو طلعتي وحكيتي هذا الامر. مو تطلعي في فيديو نص دقيقه والسلام عليكم، لا، اطلعي بشكل حقيقي هيك ربع ساعه، خلي الناس كلها هيك تعرف الحقيقه، احسن ما تطلع بربع دقيقه والله من خلال رمشه عين اليمين واصبعها اليسرى الكذا بنفسر. لا تعطيهم حجه لهؤلاء السفله، سكتوهم، احرجوهم لهؤلاء الاوباش، خلوا يعرفوا انه فعلا في ناس وفي شباب كثر عم يتبرعوا من هذا المعتقد الفاسد اللي اسمه المعتقد النصيري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.